في سن ال15 عانى رونالدو من تسارع في نبضات القلب، وتم إجراء عملية بالليزر لكوي منطقة في مجال القلب لتخليصه من هذه المشكلة وتمكينه من ممارسة كرة القدم. دخل رونالدو لصالة تدريب اللياقة البدنية في سنوات مراهقته الأولى، حيث كان يهدف إلى تقوية عضلات الرجلين ليتمكن من تسديد الكرة بقوة، وقد حقق ما كان يصبو إليه، حيث تبلغ سرعة الكرة التي يسددها 130 كيلومتر في الساعة. يستطيع رونالدو القفز بقوة أكثر ب5 مرات من تلك التي يقوم بها الفهد، وهذه القوة تتيح لرونالدو القفز لارتفاع 144 سنتيمتر في الهواء، وهي أكثر من متوسط القفز لدى لاعبي الدوري الأمريكي لكرة السلة. مجموع الأوزان التي رفعها رونالدو في الصالة الرياضية حتى بداية العام الحالي بحدود 23,055 كيلوغرام، وهو ما يعادل وزن 16 سيارة ركوب صغيرة متوسطة الحجم. ألبرت فانتراو هو أكثر أصدقاء رونالدو قربا منه، ولا يزال يرتبط معه بعلاقة وثيقة، حيث كان السبب المباشر لقبوله في أكاديمية سبورتينغ لشبونة. ورغم أن فانتراو عاطل عن العمل، إلا أنه يعيش حياة بذخ ويمتلك منزلا كبيرا وعدد من السيارات. وعند سؤالي عن مصدر ثروته تكون الإجابة إنها من كريستيانو. في عام 2006 افتتح رونالدو أول بوتيك للأزياء في بلدة ماديرا بالبرتغال، وأطلق على المحل اسم CR7، والذي يدل على الأحرف الأولى من اسمه ورقم قميصه. لا يوجد لدى رونالدو وشم، وليس لديه الرغبة في الحصول على واحد في المستقبل، كما أنه يتبرع بالدم بانتظام. كذلك لا يدخن أو يشرب الكحول بسبب تأثره بوفاة والده في 52 من العمر بسبب إدمان الكحول. تقوم إحدى الجامعات في كندا بتدريس مادة في علم الاجتماع حول كريستيانو رونالدو. في نوفمبر من العام 2012 قام رونالدو ببيع الحذاء الذهبي الذي تحصل عليه عام 2011 وتبرع بثمنه لبناء مدارس الأطفال في قطاع غزة.